بصي تعملي ايه؟ في حلاوه اكتر من كده؟ السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ يا ترى عاملين غدا ايه النهارده؟ ما عملتوش غدا؟ طب تعالوا اقول لكم تعملوا ايه النهارده. الغدا النهارده بقى لقيت عندي لحمه مفرومه في التلاجة او في الفريزر، فيها نسبه دهون حلوه، فاستغليت الموضوع دوت ان انا قلت اعمل بيها كفته مشويه، حاجه كده على الفحم رايقه ان شاء الله تطلع حلوه. تعالوا بصوا بقى هتبلها ازاي، مقادير الصح عشان تتبلوا بيها الكفته صح. انا عندي هنا دلوقتي ده نص كيلو لحمه مفرومه، هحط عليها بقى معلقه ملح، معلقه فلفل اسمر، معلقه توم باودر، معلقه قرفه، معلقه جنزبيل، ومعلقه بيكنج باودر، معلقه كبيره نشا، معلقه كبيره زيها بالظبط دقيق، وحزمه بقدونس. عندي بصلايه مبشوره ومصفي منها الميه على الاخر خالص، ما فيهاش ندعه ميه. ونفرمها بقى حلو على قد ما نقدر لمده 10 دقايق لمده ربع ساعه، نفرمها حلو جدا جدا جدا. وما تقلقوش من الدقيق، الدقيق ده مش هيخليها زي ما انتم فاكرين بالظبط خالص، الدقيق ده بس علشان يخليها تبقى ماسكه في نفسها حلو، لحد ما توصل معانا ان هي تبقى كده تشدوها اللي هو عامله نسيج، نسيج كده في بعضيها. بص عامله ازاي، بص عشان زي ما تحس فيها شعر في بعضيها كده اهوت. توصل معانا للقوام ده كده يبقى احنا كده عجناها 100%. واللي مش هيقدر يعجنها لوقت طويل بايده يقدر يحطها في الكبه او في العجان لو الناس عندها عجان. عايزين تحطوها نص ساعه في التلاجة مفيش مشكله، عايزين تبداوا بيها على طول كده برضه مفيش مشكله. عندي ديت ميه البصل اللي انا عصرتها، اختياري تقدروا تحطوا عليها كاتشب او لو عندكم صلصه، بس انا طبعا ما عنديش صلصه فالحمد لله يعني في كاتشب. نيجي بقى للتصبيع، نصبع على شيش كده اهوت بكل سهوله، بس تبقى ماسكه معانا ازاي، ماسكه مش هتقع، فدي تثبت ان هي معاك على النار هتبقى زي الفل. وهات البصل كده في ايدك وتصبع بيها. يطلع معانا الصباع كده اهو. طبعا ده كله هيكش مع على النار. وده شكلها النهائي بعد ما خلصناها. النص كيلو عمل معايا 6 صوابع ما شاء الله، حجمهم كبير. انا عارف ان دول كلهم هيكشوا يمكن للنص كمان. ريحتها حلوه جدا. خلونا بقى اطلع اشويها على الفحم واوريكم شكلها بعد ما تخلص بقت عامله ازاي. وادي الكفته بعد ما شويتها وبقت زي الفل. بص شكلها بقت عسل ازاي. تعالوا بصوا بقى. بصي تعملي ايه؟ في حلاوه اكتر من كده؟ كفته ماسكه نفسها، ريحه تحفه خيال. آه. اللذة في أول لمسة في لسانك، خيال تاني خالص، طعم تاني خالص، الريحة. بصوا بقى في شوية الطحينة. أوي 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 أوي. المقادير دي مية سلطة، ويسكي. المقادير دي لو مشيتوا عليها تعملوا والله والله كفتة أحلى من بتاعة كفتة الحياتي بمليون مرة. الغدا النهارده كان الكفتة دي مع مكرونة بالشوربة وحتتين لحمة مشوية. هعمل لكم عليها فيديو تاني في مرة تانية واقول لكم تتبيلة اللحمة المشوية بتبقى عاملة ازاي. سلام.